بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة العيش الفلاحي او العيش البلدي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، انا بوريكم العيش اللي انا خبزته. جميل، روعة في منتهى الجمال. وبوريكم بعد ما احنا مشوحناه او لديناه او نشفناه في الفرن اهوت. تعالوا مع بعض نبتدي الفيديو بتاعنا معانا مع بعض النهاردة. انا النهارده يا جماعه ان شاء الله بعمل معاكم الفيديو من غير معجن. انا ما قدمتش طريقه العجين النهارده يا جماعه، لان انا قدمتها كتير في كذا فيديو. واللي لسه اول مره بيشوف القناه معايا وعايز يشوف طريقه العجين يدخل على القناه وهو هيشوف ايه طريقه العجين بتاعتنا اللي احنا عجناها كذا مره. لان انا النهارده اكتفيت باني اوريكم طريقه تقريص العجين وطريقه الرح وطريقه الخبيز. فاحنا ان شاء الله هنشوف النهارده مع بعض واحنا بنقرص العجين كده ايه مع بعض. ادي احنا عاجنين العجينه اهوت، وهنبدا نرش الرده على الصواني بتاعتنا اهو. انا بدات ارش الرده اهوت معاكم زي ما انتم شايفين عشان نقرص عليها ايه العجين. وانا كنت قلت لكم يا جماعه العجين يا جماعه احنا في الشتاء بنعجنه بميه. بناخد معلومات سريعه بقى كده عن العجين. بنعجنه بميه سخنه وبنكتر الخميره شويه في الشتاء، وبنحط ملح كويس عشان الرغيف ما يبقاش تقيل من تحت ومن فوق رقيق، وعشان ما يلزقش معاكي قدام الفرن. بص تلاقيه بيلزق في ايدك، انما انت لما تحطي ملح كويس وتحط خميره كويس العجين هيبقى معاكي مظبوط ومية مية. وبتبداي تعجنيه وما تخليش طري قوي قوي قوي، ولا تخليه ايه ناشف قوي او تخليه جامد قوي. النهارده انا بقى بدات معاكم ان انا عجنت العجين، وهبدا ان انا ايه اقرصه معاكم على طول. اوريكم طريقه تقريص العجين. انا بقرص على دقيق يا جماعه في الشتاء، وفي تقريص زيت برضو، بس انا بقرص بفضل الدقيق في الشتاء والتقريص الزيت يبقى في الصيف اهو. زي ما انتم شايفين بدأت ايه ان انا ارش الردة على الالواح بتاعتي وعلى الصواني وعلى كله. انا كنت النهاردة عجنة 8 كيلو يا جماعة، عجنت 8 كيلو وزودت شوية عن كل مرة يعني، لان العيش البلدي مطلوب جدا يا جماعة، وهو احلى بكتير من العيش اللي الشرا اللي بره. ولو انتوا فلاحين زي حالتنا كده بقى وبتشتروا العيش بتاع الفرن او بتروحوا تجيبوا عيش الفرن، في فرق بين العيش البيتي وعيش الفرن كتير قوي. حاجة روعة كده العيش البيتي ده، حاجة نظيفة وحاجة جميلة وحاجة انت عاملاها بايدك ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، حاجة تاكلها بنفس. وانتوا لما تتعلموه، اللي مبتدئين لسه يا جماعة اللي مش عارفين طريقة عمل العيش البيتي ده، اما يتعلموه هيحسوا بفرق كبير جدا بينه وبين العيش التاني. لكن اللي بيعملوه دول يعني زي حالتنا كده بيعرفوا يعملوا العيش، دول ما شاء الله عليهم اكيد عارفين الفرق يعني. وانا بدأت في التقريص اهوت زي ما انتم شايفين كده بقرص بوريكم يعني ايه. بصوا انا ماشيه معاكم ببطيئه اهو يا جماعه، واحده بواحده اهو. زي ما انتم شايفيني كده بقرصه معاكم اهوت اهو. ما شاء الله العجين كان روعه. في ناس بتسأل انا بعجن بدقيق ايه يا جماعه؟ الدقيق اللي انا بعجن بيه ده انا ساعات بعجن بدقيق زيرو خالص، بس الافضل انك تعجني لو واحده يعني لسه ما تعرفش يعني طريقه العجين او طريقه الدقيق اللي انا، لان في ناس سالتني على الدقيق اللي انا بعجن بيه. الدقيق اللي انا بعجن بيه انا بخلط الدقيق، بحط زيرو. زيرو ده اللي هو رقم واحد يا جماعه، اللي انتوا عارفين اللي هو في المحلات اصلا، وبخلط عليه دقيق قمح. لان الدقيق القمح ده الزيرو لما بتعجنيه وتخبزيه بيبقى ناشف شويه، بيخلي العيش ناشف، لكن الدقيق القمح بيخليه طري. فانا بخلط، بحط شويه من ده على شويه من ده، او نص العجين زيرو ونص العجين قمح. لما بتعجنيه بيبقى روعه وبيفضل طري معاكي في منتهى الجمال. حتى لما بتحطيه في الفريزر وتطلعيه تاني عشان تاكليه وتسيبيه يفك كده ويبقى حلو، بيبقى العيش كأنك لسه خبزاه ومطلعاه من الفرن، جميل وروعه ما شاء الله عليه اهو. فانا بقى بقول لكم ان انا ايه بحط نص دي العجين نصه زيرو ونصه قمح. ولو انتوا فلاحين وعندكوا ارض يعني وكده
وبتطحنوا الدقيق، فانتوا بيبقى عندكم العيش القمح طبيعي تلقائي. الدقيق القمح في ناس بتعجن العيش الدقيق القمح كله، ما بتحطش زيرو. ولو انت بتشتري بقى فانت تحطي ده او ده، ممكن تشتري القمح من بره. القمح ده اسمه دقيق بلدي، اسمه دقيق بلدي. والزيرو معروف اللي هو في المحلات العادي ده، اي دقيق زيرو. اهو انا قرصت هنا الصينيتين، وهبدا اقرص للوح بتاعتي بقيه العجينه يا جماعه. معاكم اهو. بدات ان انا اقرص اللوحه اهوت اللي بعد كده. انا جايبه طريقه تقريص العجين كله قدامكم، يعني انا كنت ممكن اقرص صينيه وخلاص، بس انا بكمل الكميه كلها معاكم عشان تشوفوا التقريص. اللي ما خدش باله، مثلا واحده لسه بتبتدي تتعلم ما خدتش بالها في الاول، تاخد بالها في اللي بعد كده. وهو سهل وبسيط ان شاء الله، ما فيهوش اي حاجه. مفيش حد بيتعلم ببلاش يا جماعه، مفيش حد. احنا كلنا ما اتولدناش كلنا متعلمين، لا. الانسان لحد ما يموت بيفضل يتعلم. اهو بدأت ان انا ايه، اقرص اهوت اللوح. وانا ان شاء الله هوريكم طريقة خبيز العيش برضو في الفرن الايه الفلاحي او الفرن البلدي. انا قدمته كذا مرة في الفرن اللي هو الغاز ده، وهوريه لكم ان شاء الله في الفرن الايه في الفرن البلدي، لان في ناس حابة ان هي ايه تشوفوا معايا في الفرن البلدي. اهو يا جماعة، ما شاء الله. عايزة تكبري الرغيف انت كبريه، عايزة تصغريه صغريه، حسب مقدرتك انت، وحسب المطرحة اللي انت بتخبزي عليها. عايزة تعملي عيش صغير اعملي عيش صغير، عايزة تعملي عيش كبير اعمليه عيش كبير، متوسط برضو اعمليه متوسط، حسب اللي انت بتعمليه. انا بعمله عيش كبير شوية لان المطرحة بتاعتي كبيرة، وبحب ان انا اكبره. اهو يا جماعة، زي ما انتم شايفين معايا كده، انا خلاص بعمل اخر رغيف اهوت، وهنبدأ في اللوح التاني في التقريص. اهو كده انا خلصت اللوح، احط اللوح اللي بعده، هبدأ اقرصه اهوت. اهو وما شاء الله العجين كان ما شاء الله لا قوة الا بالله، كان جميل جدا يا جماعة، ما شاء الله. الخبيز ده يا جماعة انا بحبه قوي 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 بقى في دخلة رمضان دي، لان طبعا السحور كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. السحور بيبقى العيش ده جميل فيه جدا، واللي بياكل منه على الفطار برضه بيبقى جميل جدا. فيعني ايه، انا بفضل لكم ان انتوا يعني ايه تجتهدوا في الامر ده، على انكم يعني تعجنوا وتخبزوا وتيسروا الامر. ده هيعجبكم جدا على الفطار وعلى السحور.
دلوقتي يا حبايبي بعد ما انا ما خلصت تقريص كله، انا بدأت اهوت انضف ايدي من العجين، انضف الطبق كمان اللي انا كنت بعجن فيه اهوت. خلاص انا خلصت العجين بقى تقريص كله، وانا كده هبدأ ان انا اركب الانبوبة واولع الفرن عشان الفرن يسخن. عشان ايه؟ نبدأ الخبيز. بس احنا بنسيب العيش طبعا بعد التقريص كده يريح حوالي نص ساعة، لازم تسيبيه يخمر كمان مرة، كمان نص ساعة. انما لو في الشتاء يا جماعة ممكن تسيبيها اكتر من كده، انت ممكن تسيبيه في الصيف ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة كبير، ولكن في الشتاء لازم بتسيبيه فترة طويلة. انا ربطت الانبوبة اهيت وهبدأ ان انا امسح الفرن. لازم خطوة مهمة جدا يا جماعة مسح الفرن دوت، علشان الفرن ده بيطلع حاجات سمرة وحاجات كده في السقف بتاع الفرن، ممكن تقع على العيش وانت بتخبزي، فانت لازم تمسحيه وتنضفيه كويس. اهو انا بدأت امسحه من بره ومن جوه اهوت كويس، وهبدأ اقول بسم الله ونبدأ في الخبيز. اهو يا جماعة، طبعا قبل ما نخبز مع بعض انا بجيب حبة دقيق كده على حبة ردة، اقلبهم على بعض وارشهم على المطرحة، وابدأ اشيل العيش بقى. طبعا انا ببطط الاطراف بتاعة الرغيف اهوت، ما ببططش الوسط بتاع الرغيف، ببطط الاطراف بتاعته بس. وبدأت اشيل الرغيف اهوت وهبدأ اريحه اهو. انت بتلقطي الرغيف كده على ايدك بالراحة، ولو ما بتعرفيش تلفي ايدك بيه كده عشان تكبريه شوية، ممكن تحطيه على المطرحة على طول وتريحيه اهو. انا بدأت اريحها اهوت زي ما انتوا شايفين. انا ممكن اريحها على المطرحتين يا جماعة، وممكن اريحها على مطرحة واحدة، بس انا بفضل عشان الرغيف بتاعي كبير بريحه على مطرحة واحدة وخلاص. اهو عدلته من كل الاتجاهات اهوت، وهبدأ ان انا احدفه في الفرن اهو. بسم الله اهو، اديني حدفت اول رغيف اهو. شايفين قد ايه جماله؟ هبدأ ارش اهو تاني. ولما تيجي عايزة تبططي الرغيف شوية كده، تبططي على الأحرف بتاعته، ما تبططيش الوسط بتاعه اهو. قلب الرغيف ما تبططيهوش اهو. انا لقطت على ايدي اهوت، وبلف بايدي بيه شوية من تحت كده، وبعدين احدفه على المطرحة واعدله كويس وابدأ اريحه اهو. اهو يا جماعة، ببدأ اعدل الاحرف بتاعته كده كلها على المطرحة، وابدأ ان انا انطره في الفرن اهو. اهو طبعا انا خلصت الصواني بتاعتي، وابدأ اخد من على الالواح عشان الالواح بتاعتي كبيرة يا جماعة، فانا بجيبه جنبي وباخد رغيف برغيف بحطه على الصينية واشتغل بيه. اشيل رغيف برغيف من على اللوح واحطه على الصينية اللي قدامي، واشيله براحتي بقى عشان اللوح ما يضايقنيش وانا بخبز.
اهو ما شاء الله. العيش طالع من الفرن ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حاجة جميلة يا جماعة، حاجة تشرف والله. لازم تجربوا العيش ده، ان شاء الله هيعجبكم جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ اهو. اهو ببدأ اريح. ولازم يا جماعة اللي بتكون بتخبز قدام الفرن ايديها تكون خفيفة شوية، علشان في نار بتبقى شغالة. فانت لازم تلحقي، يعني تطلعي ده تحطي اللي بعده على طول. اهو حذفت اللي بعده. ان شاء الله الامر سهل وميسور، وما فيهوش اي حاجة يا جماعة. وانا عارفة ان كلكم شاطرين، وكلكم بسم الله ما شاء الله عليكم. يعني ان شاء الله كل حاجة سهلة وميسورة. اهو شايفين جمال العيش؟ ما شاء الله. جمال جمال وحلاوة. اهو بشيل اللي بعده، بلقطه اهوت. لو انتوا مش عايزين يا جماعة تشيلوه تلقطوه وتلفوه على ايديكوا، شيلوه حطوه على المطرحة على طول وريحوا على طول. ان شاء الله يبقى ايه، يبقى جميل وسهل. انا ببطط الاحرف بتاعته عشان ما تبقاش تخينة اهوت على المطرحة، وابدأ اريحه. اهو. انت بتنطري لقدام وترجعي بايدك لورا، تنطري لقدام وترجعي بايدك لورا، هتلاقي الرغيف بيكبر لوحده معاكي. هتلاقي الرغيف عشان خمران كويس بيكبر لوحده على المطرحة معاكي. اهو ظبطته على المطرحة وابدأ احدفه في الفرن. وفي حاجة اسمها يا جماعة شطح الرغيف، وفي حاجة اسمها حتف الرغيف. انك تشطح الرغيف او تنطري الرغيف كده، فانت كده بتحدفيه تكبريه في الفرن بايديكي. الشطحة او لفة الايد دي بتكبر الرغيف معاكي كمان في الفرن. لكن نطر الرغيف كده بس، ده بتحدفيه زي ما هو، قد ما هو على المطرحة قد ما هو ما بيخش الفرن. انما شطح الرغيف ده انك بتوسعيه، بتلف دوران بايدك كده وانت بتحدفيه، فالرغيف بيكبر معاكي في الفرن. انما لو حدفتيه نطرتيه بس كده، يبقى زي ما هو على المطرحة زي ما هو ما بيدخل الفرن. انا بقى بنطر الرغيف او بلفه دوران كده، فبيكبر معايا شوية في الفرن. لو الفرن الصورة قريبة وانا بحدف كنت شفتوه كويس. اهو ما شاء الله. ما شاء الله جميل ازاي. انا لما بلاقي حتة بيضة تاني كده، بدخله من الناحية البيضة واضير الناحية الحمراء قدام، علشان ايه؟ يستوي كمان من الناحية البيضة من جوه. اهو ما شاء الله غيره اهو. اهو ما شاء الله جميل. اهو يا جماعة انا قربت اخلص الكمية بتاعتي كلها، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. يعتبر انا كده في الاواخر الخبيز، بس انا بحب اطول معاكم واجيب لكم إيه كمية كبيرة من الرح، علشان تشوف طريقة الرح عاملة ازاي. لان الخبيز كله ما هو الا رح يا جماعة. اكتر حاجة في الخبيز، يعني ممكن وانتوا بتتعلموا تبقى معضلة عليكم شوية، هو الرح. لكن العجين بتاعه سهل جدا، انك تنطريه في الفرن او تحدفيه سهل جدا. لكن هو الرح اللي تقيل شوية، بس مش تقيل ولا حاجة، برضو سهل وبسيط ان شاء الله، وميسور ان شاء الله بإذن الله. يعني هو اللي يعني يعتبر اتقل حاجة في الخبيز. فعشان كده انا بطول في الراحة شوية وبسكت، عشان يعني اعرفك الطريقة واسكت، عشان انت لما بتشوفي بيكون افضل. اهو
زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين العيش طالع من الفرن عامل ازاي يا جماعه؟ في منتهى الجمال والروعه والله. بشيل اللي بعده اهو، بنطره على المطرح واريحه برضو بنفس الطريقه اهو، بظبطه على المطرحه. وبعدين احدفه بقى في الفرن اهو. اهو يا حبايبي انا مطلعه الرغيف اهوت اهو. شايفين العيش طالع جميل ازاي اهو. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا واول مره تشوفوا القناه بتاعتي، ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان القناه بتاعتنا تكبر بيكم يا جماعه. اهو الناحيه اللي بتحمر بالرغيف بديرها وندخل الناحيه البيضه جوه عشان تستوي هي كمان، وعشان الناحيه الحمراء ما تتحرقش. وبعدين لما يستوي كله كده بشده اهوت من الفرن واطلعه. وده الشكل النهائي بتاع العيش اللي احنا خبزناه يا جماعه. شايفين قد ايه جميل؟ شايفين الروعه والجمال والحلاوه اهو. ما شاء الله، حاجه طيبه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه طيبه وجميله تعجبكم. هنبدأ ان احنا طبعا احنا متفقين مع بعض يا جماعة لما بنخبز ان احنا بننشف العيش او بنشوحه او بنلدنه حسب ما انتوا بتقولوا قولوا. المهم ان انا بقطع العيش، ممكن اقطع الرغيف نصين زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا بعمل كده، وممكن اقطع الرغيف 4 تربع. لو انتوا عايزين تسيبوه طري كده يا جماعة وتشيلوه في الفريزر، شيلوه. حابين تاكلوه طري كده بس في شنطة نضيفة، والشنطة تكون سميكة شوية او جلدها يكون تخين شوية عشان تستحمل. عشان انتوا لو حطيتوه في شنطة رقيقة ممكن يتبل في الفريزر، انما خلي الشنطة تخينة شوية او سميكة شوية وتشيليه في الشنطة وتحطيه في الفريزر. ولما تحبي ان انت تاكلي منه تسحبي منه او تطلعي منه وتسيبيه لمدة 10 دقايق او ربع ساعة يفك كده من التلج، هيبقى زي ما يكون لسه خبزاه. انت مش حابة وبتحبي العيش تاكليه ناشف شوية، فانت ايه هتلدنيه معانا او تنشفيه معانا في الفرن زي ما انت هتشوفي دلوقتي كده اهو. انا قطعت الرغيف ده 4 تربع اهوت. عايزة تقطعيه نصين قطعيه، 4 تربع قطعيه، يعني انتي وراحتك اهو. الرغيف اللي بعده قطعته نصين اهوت اهو. بقطعه اهوت اللي بعده برضو قطعته نصين برضو اهوت. الشقة دي لقيتها كبيرة بقطعها نصين. اجيب الرغيف اللي بعده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. برضو لو انتوا حابين تاكلوا طري او تاكلوا ناشف، عايزين تعينوا او تشيلي نصه في الفريزر طري وتنشفي نصه برضو، يعني الاختيار لك حسب ما انتي بتحبي اهو. انا بقطع الكمية كلها اللي معايا وابدأ ان انا اروح انشفه في الفرن. طبعا انتي ما بتطفيش الفرن، ما بتطفيش الفرن، انتي بتخلي الفرن ايه، توطي العيون من تحت ومن فوق وتقطعي العيش وترجعي للفرن تاني اهو. انا ما كنتش طفيت الفرن، انا كنت وطيت من تحت اهوت ووطيت العيون من فوق خالص اهوت، وامسح الفرن تاني عشان لو في اي حاجة كده او كده عشان تدخلي العيش على نظافة. والحتة البيضة بقى في الشقة بخليها ناحية النار علشان ايه ما تحمرش قوي، والحتة الحمرا بخليها يمة جوه. وابدأ ارص البلاطة اهوت
بالعيش بالشقق، وهم 10 دقايق في الفرن بس يا جماعة. اهو بدأت ارص تاني الشقة اهوت التانية الناحية التانية اهو. كمل الفرن اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو. رصيت اهو الناحية التانية كمان، واسيبه 10 دقايق بس في الفرن وهطلعه اهو. زي ما انتوا شايفينه من انا بوريكم بقى يا جماعة. العيش من تحت اهوت بعد ما طلعته اهوت شكله جميل، ومن فوق بوريكم شكله بعد ما نشف بقى اهو، من تحت ومن فوق اهو. انا هكمل الكمية كلها بقى ايه مع نفسي كده اهو، من تحت ومن فوق اهو. بملى الفرن تاني اهوت اهو. وهكمل الكمية بقى انا مع نفسي كده. يعني انا خلاص طلعت دي وحاملة الفرن، واكمل الكمية مع نفسي. ده بقى شكل العيش النهائي بعد ما يطلع من الفرن اهوت يا جماعة. ما تنسوش الاشتراك واللايك، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.